فيلمنا بيبدأ من بيت قديم بتكون في عيلة جديدة اشترته. الأم اسمها كيرا والبنت اسمها إيلي، واللي بتكون مش مبسوطة علشان البيت شكله قديم جدا. المهم إنهم بيدخلوا جوه وبيتفرجوا على البيت، وبتحاول أمها تقنعها بالبيت بأي شكل، لكن إيلي بتتريق على كل حاجة موجودة في البيت وما بيبقاش عاجبها أي حاجة. بيجي أبوها واسمه برايم بيفرجها على البدروم، وهم طالعين منه بيقفل باب البدروم على إيلي، وبيفضلوا يحاولوا يفتحوا الباب لكن ما بيقدروش. إيلي جوه خايفة جدا لحد ما بيلاقوا المفتاح وبيفتحوا لها طبعا، وبتطلع إيلي وهي خايفة جدا وبتروح على أوضتها. بتروح لها أمها أوضتها وبتقول لها خلي بالك من أخوكي علشان أنا وأبوكي هننزل علشان عندنا شغل مهم. بيجي الليل وإيلي بتبقى خايفة جدا علشان هتبات أول ليلة في البيت ده لوحدها. بيدخل عليها أخوها وهو لابس راس معزة علشان يخوفها. طبعا بتزعق له إيلي جامد وبتقول له يا عم هو انا ناقصه، وبتساله انت جبتها منين. فبياخدها على دولاب كده في اوضته بيكون فيه اشياء غريبه جدا. اخوها بيقول لها انه سال صاحب البيت عن البيت ده، فقال له انه كان مملوك لساحره قديمه وانها عملت اتفاقيه مع الشيطان. طبعا إيلي ما بتصدقش الكلام ده. المهم انهم بيلاقوا جوه الدولاب جراموفون غريب جدا. بتشغل إيلي الجراموفون وبتلاقي شخص بيتكلم بصوت غريب جدا وبألغاز اغرب، وبيتكلم عن معادله غريبه جدا. ومره واحده إيلي بتقفل الجراموفون وبتبقى قلقانه جدا وبتطلع اخوها فوق عشان ينام. بعدها بتكون قاعده لوحدها ومره واحده النور بيقطع. بتتصل بامها وبتقول لها انها خايفه جدا وانها قاعده لوحدها والنور قطع. امها بتحاول تطمنها وبتقول لها نزلي سكينه الكهرباء اللي موجوده في البدروم علشان ممكن السكينه تبقى واقعه. وبتقول لها ادخلي البدروم وانزلي 10 سلالم بالظبط وعديهم وانت نازله وانا معاك على التليفون. فعلا إيلي بتنزل على السلالم وهي مع امها على التليفون وبتبتدي تعد، والمفروض انها تعد لحد 10، لكن هي بتفضل نازله لحد رقم 31. وامها كيرا بتستغرب جدا، لكن مرة واحدة الخط بيتقطع وامها بتقلق جدا عليها وبتحاول تروح لها بسرعة هي وابوها. المهم بيوصلوا البيت وبينزلوا بسرعة على البدروم وبيرفع سكينة الكهرباء، لكن ما بيلاقوش بنتهم خالص. وبيطلعوا يدوروا عليها في البيت وفي كل حتة في الغابة اللي حوالين البيت، لكن مش بيلاقوا لها اي اثر. المهم انهم بيبلغوا الشرطة وبيجي الضابط يقعد يتكلم معاهم وبيقول لهم يا جماعة اختفاء المراهقين مش حاجة تقلق، ممكن تكون دخلت في علاقة مع حد واختفت لها كده كام يوم. الصبح كيرا بتجمع ناس كتير وبينزلوا برضه يدوروا عليها، وبتطبع منشورات باسم بنتها وصورتها علشان توزعها على كل الناس في المدينة علشان ممكن تبقى مفقودة. بعدها بنلاقي ضابط الشرطة بيقول لها ان احنا فرغنا كل الكاميرات وراقبنا كل المواقف بتاع الاتوبيسات وسألنا كل اصحابها مفيش اي اثر ليها. وبيقول لها كمان انهم بحثوا عنها في شبكات التواصل ولقوا ان لها اصحاب كتير بيتنمروا عليها، وبيبان كده انه بيلمح انها ممكن تكون مرت بتجربة نفسية وانها ممكن تكون انتحرت. المهم كيرا بتروح البيت تقعد مع ابنها وبتقول له ايه اخر حاجه عملتها انت واختك. فبيقول لها احنا ما عملناش اي حاجه غير ان احنا شغلنا الجراموفون ده. بعدها بتنزل كيرا للبدروم علشان هي بتبقى قلقانه جدا منه، وبيكون معاها كشاف اشعه فوق بنفسجيه، وبتبتدي تدور في البدروم وبتلاقي فعلا رموز غريبه جدا ملهاش اي تفسير. وبتلاقي كمان على الارض مكتوب كلام غريب جدا. ابتدى القلق يدخل جواها. بتركز الكشاف على الحيطه وبتلاقي اشكال شيطانيه غريبه جدا. بتقلق كيرا جدا وبتطلع تبلغ الشرطه. الضابط بيقول لها ده ممكن يبقى اشكال عاديه جدا وممكن يكون اي حد رسمها عادي جدا. المهم انه بيأكد لها ان مفيش منها اي مشاكل، وبيسألها اذا كانوا عارفين اي حاجة عن البيت ده قبل ما يشتروه. فبيقولوا له احنا اشتريناه في مزاد، صاحبته كانت عايزة تبيعه بسرعة علشان مسافرة. المهم الضابط بيقول لهم لو في اي حاجة ابقوا كلموني، وبيسيبهم ويمشي. بعدها بنلاقي كيرا قاعدة في الحمام وبتفضل تتصل على تليفون بنتها علشان تسمع صوتها في الرد الآلي، لكن بتسمع فعلا صوت بنتها بس جاي من مواسير الحمام اللي اخرها في البدروم. بتروح جري على البدروم وهي ماشية بتخبط كورة كده. بتفضل تنزل الكورة دي على سلالم البدروم لعدد لا نهائي من السلالم. طبعا كيرا بتتصدم جدا وبتفضل طول الليل سهرانة وما بتعرفش تنام، وبتفضل قاعدة تفكر في الرموز والمعادلة المكتوبة على الأرض. الصبح بتتصل كيرا بالسمسار عشان تعرف مين اللي كان صاحب البيت ده قبلهم، وكمان بتجمع كل الرموز اللي موجودة في البيت. وبتروح الشغل لواحدة صاحبتها وبتبتدي هي وصاحبتها يبحثوا عن الرموز دي اللي بتطلع رموز مكتوبة باللغة العبرية. بس الرموز دي لو اتجمعوا مع بعض هيطلعوا اسم مخلوق بحري في الأساطير القديمة اليهودية. لما بتروح كيرا بتقعد تبحث عن المخلوق ده. في نفس الوقت ده بيكون ابنها قاعد قدام التلفزيون عادي جدا، ومرة واحدة ابنها بيقوم ويعد الأرقام اللي كانت بتعدها أخته، وباب الدولاب قدامه بيتفتح وبيروح عليه
وبتلحقه كيرا في اخر لحظه وبتقول له انت جبت الارقام دي منين وايه اللي انت بتقوله ده، لكن ابنها بيقول لها انه مش فاكر اي حاجه. بترجع تاني تقعد على اللابتوب بتاعها وبتبحث عن اسم المالك الاساسي للبيت ده، وبتلاقي اخبار على جوجل ان العيله دي كلها اختفت ومحدش يعرف هي راحت فين لحد دلوقتي. اثناء ما هي بتبحث بيجي الليل، ومرة واحدة بنلاقي الكهرباء قطعت في البيت كله، ومرة واحدة بنسمع صوت ابنها محبوس جوه البدروم وعمال ينادي عليها. هي بتروح عليه بسرعة وبتفضل تحاول تفتح البدروم لكن مش بيفتح. بتبص من العين بتاع الباب لكن بتلاقي عين بص عليها، ومرة واحدة بتسمع صوت ابنها وراها اللي بيقول لها انت واقفة هنا بتعملي ايه، ومرة واحدة بنلاقي باب البدروم اتفتح لوحده. بتروح كيرا علشان تشوف مين اللي ورا الباب لكن الباب بيتقفل عليها وهي جوه، ويا ريتك ما دخلتي. وهي جوه بتسمع صوت غريب جدا، تشغل إضاءة التليفون عشان تشوف مصدر الصوت لكن الموبايل بيقع منها، وبتحس ان في حد بيقرب منها. بتفضل تخبط على الباب وتصرخ علشان اي حد يفتح لها، وبيحاول ابنها بره انه يفتح لها الباب لكن مش بيعرف لحد ما بيجي جوزها اللي بيفتح لها الباب في اخر لحظة. بتطلع كيرا من جوه البدروم وبتطلع تاخد شاور وتهدي اعصابها، وبتقعد تتكلم مع جوزها اللي بيقول لها ايه اللي حصل. فبتقول له انها اتحبست في البدروم زي ما إلي اتحبست بالظبط، وبتقول له كمان ان البدروم ده فيه حاجة غريبة جدا، وانا سمعت اصوات غريبة تحت وسمعت صوت حد قريب مني، وكمان بحثت عن اصحاب البيت ده اللي لقيتهم كلهم اختفوا في ظروف غامضة ومحدش يعرف عنهم اي حاجة زي بالظبط اللي حصل لبنتنا. جوزها بيبتدي يقلق شوية وبينزل البدروم عشان يشوف ايه اللي بيحصل فيه لكن مش بيلاقي اي حاجة الا كتلة شعر مرمية على الارض، وبيحس ان في حاجة وراه فبيبص بسرعة لكن مش بيلاقي اي حاجة. الصبح بنلاقي كيرا راحت للجامعة اللي كان فيها دكتور جوني اللي هو كان صاحب البيت. بتسأل عليه دكتور تاني كان صاحب الدكتور ده، وبتروح له المكتب بتاعه وبتعرض له المعادلة اللي لقيتها في البدروم، وبتحكي له وبتقول له ان هي اللي اشترت البيت بتاع الدكتور جوني. فبيقول لها دول اختفوا في ظروف غامضة ومحدش يعرف عنهم اي حاجة، ومفيش اي حد موجود منهم دلوقتي الا بنته ربنا يشفيها من اللي هي فيه. بنلاقيه بيبحث في حل للمعادلة وبيقول لها المعادلة دي معقدة جدا وحل المعادلة دي صعب جدا، والمعادلة دي كمان ليها ابعاد في الحياة الواقعية اللي احنا فيها. وفي الاخر بيقول لها سيبي لي المعادلة دي وانا لما اوصل لحاجة هتصل بيكي. لما بتروح كيرا البيت بتلاقي ابنها قاعد بيلعب بالطيارة مع جوزها، وبتكون اشترت خط جديد عشان موبايلها ضاع في البدروم ومش لاقياه. المهم انها حطت الخط الجديد في التليفون ولقت الدكتور اللي كانت لسه عنده من شوية بيتصل بيها كذا مرة. تستغرب تتصل هي على الدكتور، فالدكتور بيقول لها انك اتصلت عليا من شوية وقعدت تعدي في ارقام وقفلتي. فكيرا بتستغرب وبتقول له انا ما اتصلتش عليك، انا تليفوني اصلا مختفي ولسه جايبه واحد جديد دلوقتي حالا. المهم انه بيقول لها المعادله بتاعتك ناقصه حاجه وانا مش هقدر اساعدك. بيقول لها كمان ان نفس المعادله دي لقيناها في بيت في بلجيكا بس العيله اللي كانت عايشه في البيت اختفت تماما. طبعا كيرا بتتصدم جدا وبتقعد مع جوزها تحكي له على كل حاجه وصلت ليها، لكن جوزها ما بيقتنعش قوي وبيحس ان الكلام ده فيه جنون. وفي الوقت ده بنلاقي ابنها ستيف قاعد في اوضته وبيبتدي يسمع صوت جاي من ورا الدولاب، ومره واحده بيشوف إلي اخته بس وشها مشوه فبيصرخ جامد جدا. فبيطلع له ابوه وامه بسرعه فبيقول لهم ان انا شفت إلي مشوهه تماما وفي الدولاب. فبيدخل ابوه بالكشاف في الدولاب عشان يدور على اي حاجه وبيلاقي موبايل بنته مرمي على الارض جوه الدولاب. طبعا بيبتدي يصدق كل حاجه قالتها له كيرا. تاني يوم بنلاقي كيرا بتدور على عنوان البنت الناجيه الوحيده من البيت، وبتعرف انها قاعده في دار مسنين. تروح لها على هناك وبتحكي لها كل حاجه حصلت معاها، وكمان كيرا بتقول لها على الرموز اللي لما بيتجمعوا مع بعض بيكونوا اسم مخلوق بحري في الاساطير القديمه اليهوديه. لكن الست الكبيره دي قالت لها ده احد امراء الجحيم السبعه، وان والدي هو اللي حضره عشان كان عايز يخفف اخويا من المرض اللي كان عنده، بس مش عارفين ايه اللي حصل غلط وكلهم اختفوا. وكمان بتقول لها ان الجحيم مش موجود في البدروم بس، ده البيت كله اتحول لجحيم ومكان مسكون. طبعا كيرا بتصدم تماما، بتروح تجري بسرعه بعربيتها عشان عايزه تلحق جوزها وابنها وتطلعهم من البيت ده. في نفس الوقت ده بيكون جوزها حل لغز المعادله وقدر يوصل لمعنى الرموز اللي بتدل على حارس من حراس الجحيم، وان جوني المالك القديم للبيت حاول يتواصل فعلا مع الشيطان ده، وانه كان محضر البيت ده كله عشان يبقى بوابه للجحيم. في نفس الوقت ده بيكون
ابنه بيلعب بالطيارة اللي بيفقد سيطرته عليها تماما، وبيلاقيها متجهة ورايحة ناحية البدروم. بيروح وراها طبعا وبيحاول يمسكها، لكن بيحس ان في شخص وراه، ومرة واحدة باب البدروم بيتقفل عليه والنور بيقطع في المكان كله. بيجروا كلهم على البدروم بسرعة عشان يلحقوا ابنهم. بينزلوا لكن بيلاقوه اختفى تماما ومش موجود في البيت كله. وهم في البدروم سمعوا صوت ابنهم عمال يعد في ارقام لحد رقم 44. بيرجعوا على الدولاب بسرعة، بيلاقوا ابنهم واقف لكن مش حاسس بأي حاجة. بياخدوه على السرير وبتقلعوا كيرة هدومه، وبتلاقي رمز للشيطان على بطنه. ومرة واحدة بيلاقوا الولد ده بيتشنج جامد وبيعمل حاجات غريبة جدا. في نفس الوقت ده بتبص كيرة على جوزها، بتلاقيه واقف وكأنه مشلول وعمال يتكلم كلام غريب جدا، وتحسه انه اتلبس. وبيتكلم وبيقول ان الشيطان خلاص وصل. ومرة واحدة بتسمع صوت غريب جدا جاي من البدروم. بتستخبى تحت السرير، لكن لما بتطلع بتلاقي مخلوق غريب جدا بسرعة على البدروم، وبتبتدي تنزل على سلالم كتير لحد ما بتوصل لباب بيوصلها لنفق طويل جدا. ولما بتطلع منه بتلاقي اموات ماشيين ومش حاسين بيها ولا حاسين بأي حاجة، تحس انهم ماشيين في الجحيم. بتفضل تدور على بنتها لحد ما فعلا بتلاقيها، وبيكون وشها بايظ تماما ومش حاسه باي حاجه. بتاخدها وبتحاول تطلع من المكان ده بسرعه، وبتنجح انها تطلع من البدروم، وبتروح قافله باب البدروم ورا منها كويس، وكانها قفلت بوابه الجحيم اللي جاي منها الشيطان. ولما بتدخل البيت بتلاقي بنتها وشها ابتدى يتغير وابتدى يبقى احسن. فبتلم عيلتها عشان يخرجوا من البيت بسرعه، لكن بتبص بتلاقي الكشاف اللي وقع منها تحت قدام باب الشقه، والكشاف ده كان واقع منها في الجحيم تحت. المهم انها بتفتح الباب وبتلاقي سلالم كتير قوي بتوصلها من تاني للبدروم، وبتفهم ان البيت كله دلوقتي اتسحب للجحيم، وان مفيش امل انهم يخرجوا تاني للحياة. وبكده يكون خلص فيلمنا. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة علشان اللي جاي عظمة. سلام.